السلام عليكم. سؤال جاي على جروب العيال وسنينهم. استحلفكم بالله ما تبخلوا بالنصيحة عليا. اتابع دكتور ايه او اروح لمين؟ ابني حركي جدا، مش بيقعد ساكت وبيقرف اللي حواليه، بيضرب وبيلعب مع اي حد يقابله ويقعد يلعب وقت طويل جدا. لدرجة ان الشخص التاني سواء كبير او طفل بيزهق منه وبيضربه من كتر حركته. ممكن يلعب مع اختي اللي هي اصلا بتعشاه ويضرب فيها ممكن ساعة، لدرجة بانها بتزهق وتزعق له. برضه مش بيسكت لحد ما انا اقوم اضربه وبرضه بيعاند. ده غير عدم سماعه للكلام تماما. اعمل ايه؟ مع العلم قريت عن فرط الحركة، بس ده مش عند ابني، لان هو ما شاء الله منتبه وذكي ومش مشتت تماما. بالعكس ذاكرته ما شاء الله، وكمان مش بيكسر ولا بيخرب حاجة. وحاجة كمان، طول ما انا في شقتي ابني ساكت، ممكن يقعد بالساعتين يبص من البلكونه او يلعب بالعابه عادي جدا، لكن بمجرد ما نروح عند والدتي او ننزل عند جدته يتحول شخص تاني. مش بيقعد 5 دقايق حرفيا، طول الوقت جري وضرب في اولاد عمه وخناق ولعب وجري ومده طويله. ونقول بس مفيش كفايه جدا، بس مفيش كفايه جدا ما يردش. نحاول نشتت انتباهه في لعب تانية، استحالة. مصر يلعب ويتخانق وولاد عمه بيزهقوا من كتر لعبه وبيبقوا عايزين يقعدوا. يفضل هو يلعب ويضرب فيهم وهم يتضايقوا ويشتكوا لأهلهم أو يعيطوا لحد ما البيت كله يتعصب على ابني ويبقى عايز يضربه. وهو لسه 3 سنين أصلا، 3 سنين. 3 سنين. كتكوت المفترس. حتى عند أهلي مش بيقعد خالص ويضرب جدته وخالته وهو بيضحك وفاهم انه بيلعب. ومش بيستجيب لكلامي خالص، ولا زعيقي ولا عقابي. ممنوعة من شيء، ولا حتى تشتيته. ولا لما امنعه من شيء، ولا حتى تشتيته بلعبة ولا شيء. لا، شايف متعته في الجري والضرب، رغم ان في شقتي بيسمع كلامي انا ووالده من النظرة. ده ايه ده؟ ولا اعالجه ازاي؟ منتظرة سنة كده واشترك له في نادي، بس لحد الفترة دي اعمل ايه؟ محدش يقول لي ده طبيعي، بانه مش بتشوفوا كمية الشكوى اللي بتيجي في النص ساعة اللي بنقعدها عند جدته من كتر جري وضرب ولعبه مع أولاد عمه؟ ولا كمية سكتي ابنك اللي أمي بتقولها لما يروح عندها، وعدم سمعانه لكلامي تماما كأنه شخص معرفوش، مش ابني اللي في شقتي بيسمع كلامي. طيب يا حبيبتي. ده انا هقولك توصيفه بدقة. ده ايه ولا ازاي؟ ده مش محتاج دكتور حبيبتي، ده محتاج حد ذكي يتعامل معاه. حد ذكي. واضح جدا ان مفيش عند اي حد في العيلة اي معرفة او فهم بطبيعة الاطفال. تمام. الواد بيشتغلكوا. يعني ايه بيشتغلكوا؟ بيلفوكوا على صباعه كده وبيخليكوا تجروا وراه. عارفة اللعبة اللي هي ادوس على بطنها تسقف دي؟ هو بيعمل معاكوا كده بالظبط. عارف المفتاح اللي بيدوس عليه علشان الكل يتحرك؟ هو عاجبه حركتكوا قوي، عاجبه اللي انتوا بتعملوه، عاجبه الجنان اللي انتوا فيه. اللي هو ايه؟ مش هو اللي مجنون. هو اللي حواليه كلهم ايه؟ هو بيشتغلهم. مش بيشتغلهم بشر، يعني هو مش عايز يضايق حد. لا، هو عارف بيعمل ايه، امتى، ومع مين. اللي هو ايه؟ انا عايز العبكم، بس انتوا مش عايزين تلعبوا معايا، فبضغط على المفتاح الصح عشان تجروا ورايا وتعملوا وبعمل مشاكل علشان تنتبهوا لي. هو ده ملخص ابنك. ابنك مش حركي وبس، ابنك فائق الذكاء. تمام؟ عشان تكوني فاهمة وترقيه وتقولي بسم الله ما شاء الله واللهم صل على النبي. الولد فائق الذكاء. ماشي. يعني حاولي ان انت تحافظي عليه بالرقية يوميا، لان النوعيات دي بتتحسد وبتتحسد جامد. تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الولد عارف بيتعامل معاكوا ازاي. ماشي. بيمشيكوا على مزاجه. آم، طبعا انعدام السيطرة التام منك عليه في الأماكن اللي فيها ناس سببه الناس نفسهم. يعني المشكلة مش في ابنك. تمام. والدليل على كده ايه؟ ان انتي بتعرفي تسيطري عليه في البيت، واصحاب مع بعضيكوا في البيت،
امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انتي بتحاولي تلمي الموضوع فبيتبعتر منك اكتر، اللي هو ايه، الحقي حوشي ابنك، الحقي حوشي، هو محدش في الدنيا عنده حاجه غير الحقي حوشي ابنك. فطبعا انتي الادرينالين عندك بيعلى وبتغلي، ابني فاضحني في كل حته، يلي فاضحني يلي مش عارف ايه، وتمسكيه ولد اقعد عيب. هو بيشوف انتي شايفه من ابنك وش تاني قصاد الناس، لا، صلحي المعلومه بقى، هو شاف ماما تانية قصاد الناس، اللي هو ايه، مش دي ماما اللي معايا في البيت، ما بتعملش معايا كده خالص، ولا بتقسى عليا ولا بتشد عليا ولا بتقول لي اقعد يا ولد ولا اسكت يا ولد ولا بتقوم تجري ورايا عشان تضربني. امال ايه، انا شفت كائن تاني، اللي هو ايه، ده دماغ الطفل، شايفك واحدة تانية قدام الناس، قدام مامتك وقدام حماتك، اللي هو ايه، انا عايزه اثبت السيطره، انا ماما بقى، ها، عايزه اثبت السيطره قدام الناس، وعايزه ليه، ابني قليل الادب، ابني مش متربي، ابني ازاي يقولوا على ابني كده، تمام، اوعي حوش ابنك، اوعي حوش ابنك. فبروح انا بقى عشان الم الموضوع يتبعتر مني زياده، ليه؟ علشان بتصرف غلط انا كماما، اللي هو ايه، بوري لابني وشي تاني غير اللي ايه اللي معاه في البيت، فبالتالي خلاص هو عرفني كده، او عايز يقلبني على الوش التاني. يعني فين بقى ماما المتوحشة بقى اللي بتظهر اوقات الناس بقى لما بيجوا، ها، وروني كده، ها، هفرجكوا على ماما دلوقتي يا جماعة، اطلع اجري بقى واتنطط واعمل مش عارف ايه واضرب في اختها عشان ماما تظهر، تطلع على حقيقتها بقى، الوحش الاشكيف. انا بوريكي، بصي، مش قصدي خالص ان انا ازعلك، انا بوريكي دماغ الطفل شغاله ازاي، دي دماغ الطفل. انت شايفه في ابنك كائن متوحش، كتكوت مفترس، نمله ذريه، حاجه كده لا تطاق، في الساعه او الساعه ونص اللي بيقعدوا عند حماتك والنص يوم اللي بيقعدوا عند مامتك مثلا. طب ما هو شايفك بنفس الاسلوب ده، يعني ايه؟ انت عايزه تشوفي ابنك شايفك ازاي، بصي لنفسك انت شايفاه ازاي، فهمتي قصدي؟ شايفه فيه ايه؟ شايفه فيه الواد الشقي اللي ما بيسمعش الكلام، العندي قليل الادب اللي بيضرب اللي حواليه، اللي ما بيبطلش لعب، اللي ما بيهمتش. طب الصوره دي جت ازاي مع ان هو ملاك في البيت؟ هو ملاك. الصوره دي جت ازاي؟ اقول لك جت ازاي، ماشي. الطفل قام من مكانه، يعني هو قاعد في مكان، تمام، قام من مكانه اتحرك عند الناس، يعني في بيوت الناس. الناس بقى عندها هوس، اللي هو ايه، اول ما طفل ما يتحرك في البيت ده هيكسر الفازة، ده اول حاجة بتيجي على دماغ اي حد. اول ما يمسك لعبة او كرة ده هيكسر الشاشة، اول ما يجي جنب النيش ده هيكسر ازاز النيش، ده هيتشعلق على النيش، ده هينط على المروحة، ده مش عارف هيعمل ايه. فالناس بتتوقع السوء من قبل ما يحصل، دي البداية، انا بوريكي البداية كانت ازاي الاول، تمام. فاللي بيحصل ايه، ها، قومي حوش ابنك، هو ما حصلش حاجة لسه، بس قومي حوش ابنك وخلاص. اللي هو ايه، انا خايفه قلقانه، انا حماتك او مامتك، انا خايفه قلقانه مرعوبه، ها الواد هو حوش الواد، حوش الواد، تمام، هيكسر الكوبايه، هيكسر النيش، هيكسر الشاشه، ده هيضرب ابن عمه. هو بيسمع الكلمه دي بيتعلم يعني هو كان ملاك الاول، ما يعرفش اي حاجه من كده. احنا بقى اللي بنعلمه، احنا ككبار اللي بنعلمه، اللي بنوجهه، اللي هو ايه، الحقوا الواد هيكسر النيش، هو ما جاش جنب النيش لسه، بس هيروح. ليه؟ اصل هو سمع كلمة النيش في الموضوع، ايه ده، هيكسر النيش، طب انا رايح عند النيش يا جماعة، يلا عشان تقولوا بقى، اقولوا تاني، هو عايزكم تقولوا تاني يعني، تمام. اول بقى ما بيدخل من باب البيت، اول مكان بيتوجه له هو المكان اللي اتمنع عنه الزيارة اللي فاتت. راقبي الموضوع ده وهتعرفي ان انا صح، تمام. اللي هو ايه، هو داخل من باب البيت مستقصد الشاشة اللي اتمنع عنها المرة اللي فاتت، ماشي، مستقصد الجهاز اللي اتضرب عشانه المرة اللي فاتت. راقبي الموضوع ده وهتعرفي، اللي هو ايه، اللي هو كان ملاك في الاول. الملاك ده احنا بهوسنا، احنا عندنا هوس بالاشياء، ودي حاجة يعني ايه، نتيجة ان احنا جايبينها بطلوع الروح، اللي جايب الحاجة بتاعته بالتقسيط واللي جايبها مش عارف ايه. المفروض يا جماعة احنا عارفين ان في طفل جاي البيت،
كل حاجة خطر أو كل حاجة إحنا خايفين عليها أو كل حاجة خايفين الطفل يخربها بتتشال من المكان فورا. ليه؟ إحنا عارفين إن فلان الفلاني جاي، وهو بيخبط على الباب من قبل ما نفتح الباب. تمام؟ خايفة على حاجة لميها وشيليها في الصندرة، شيليها فوق الدولاب، شيليها جوه الدولاب واقفلي عليها. أوضة نومك تحطي فيها كل الفازات وكل الحاجات والبتاع، واقفلي بالمفتاح. انما ما تسيبيش كل حاجه قدام الطفل. انا كتيتا او انا كمامتك او حماتك، تمام؟ يبقى لازم ده يبقى معروف. اللي هو ايه؟ انا عامله عزومه للناس عشان اقدر العيال مثلا. انا عامله عزومه للناس علشان اقدر الناس الكبيره، عشان اقرفهم في عيشتهم. اوعي هوش ابنك، وانت يا اختي قومي شوفي ابنك، وانت يا اختي مش الله. عازمه ناس معاهم اطفال، تشيلي حاجتك في اوضه داخليه وتقفلي عليها بالمفتاح. امال يعني انت حطاها قدامهم علشان بقى ايه؟ تتباهي بقى بالفازات وتفرجي الناس عليها؟ ما تعزميش حد عنده اطفال يا حبيبتي، ما تعزميش حد عنده اطفال. اعزمي ناس ما عندهاش اطفال، تمام؟ وحطي كل الفازات قدامهم وفرجيهم على اللوحات وفرجيهم على التحف وفرجيهم على كل حاجه، تمام؟ انما عازمه ناس معاها اطفال، تبقي عارفه اللي فيها ومتدربه كويس في ولادك. اللي هو ايه؟ ناس ربت وكبرت، ماشي، وكان عندها ولاد وجوزتهم. محدش يقول لي ان تيتا دي ولا تيتا دي مش عارفين يعني ايه شقاوة اطفال. لا معلش، ورد عليهم الصنف ده قبل كده مره ومرتين وثلاثه، وكل واحده ربت وكبرت وعارفه يعني ايه اطفال. فمحدش يقول لي ان تيتا مش عارفه يعني ايه اطفال. انا امي كانت بتشيل كل حاجه من العيال وبتقفل عليها في مش عارف ايه، لما بنيجي بنروح لها زياره، ماشي، وهكذا. الناس الكبيره فاهمه. فما نروحش احنا بقى ونقدر العيال معانا. والنص ساعه اللي انت قاعداهم يا حبيبتي خفيف خفيف كده، خليكي طائر خفيف كده. هما طبعا انت لو حاولتي تشرحي هيفتكروكي بتعدلي عليهم، هيفتكروكي عايزه تقولي كلام يعني ايه، بتفهم اكتر منهم، او عايزه تفهميهم ان انت اللي ربيتي وهم ما ربوش. وده طبعا اسلوب ما ينفعش نتعامل بيه مع الناس الكبيره. الناس الكبيره على راسنا من فوق، تمام؟ بس انت مش هتقدري توصلي لهم اللي انا بقوله لك ده. طب انا بقوله لك ليه؟ عشان توصلي لهم؟ لا يا حبيبتي، انت ما توصلي لهمش اي حاجه. انت تكوني طائر خفيف في بيوت الناس، ماشي. والله يا ستي انت هيزعلوا بالتليفون كده، قولي لها يا ماما انا لما بروح عندكم ابني بيجننكم، بيضرب اختي، بيبهدل لكم الحاجات. اجي برضو؟ اجي ولا ما اجيش؟ ارمي لها الكرة في ملعبها، هي اللي تختار. قولي لها انا قاعده في بيتي لما ابني ماشي ومحافظه عليكم ومحافظه عليه عشان العلاقات تفضل حلوه وجميله. انما هروح بابني، انت عارفه ان ابني شقي، محدش هيستحمله غيري، تمام؟ هيزعلوا مش عارف ايه. انت بتقولي لها الكلمتين دول في التليفون، ونفس الكلمتين هتقوليهم لحماتك باسلوب لطيف وظريف. قولي لها يا ماما انا تعبانه معاه، انا شقيانه معاه، انا لما بيروح في حته بيفضحني، لما بيروح في حته بيبهدلني. طبعا الكلام ده يتقال بعيد عن الولد، يتقال بعيد عن الولد، ما يسمعش وانت بتتكلمي عنه، والا هتبقى عداوه للابد. هو ايه مشكلته معاكي بالظبط؟ مشكلته معاكي ان انت لما بتروحي في حته بتاخدي جانب الناس ضده، فالولد بيقلب عليكي من الاخر. ولو استمر الموضوع ده كتير، القلبة السوداء اللي بيتقلبها عليكي هتتقلب عليكي في البيت كمان. يعني مش هتعرفي تسيطري في البيت. ليه؟ لانه هو حاسس منك بالايه؟ بانك بقيتي ضده، تمام؟ فخدي بالك، اعملي معروف علشان يعني ما تلخبطيش الدنيا، ما تلخبطيش الدنيا، تمام؟ وخليكي مع ابنك وحافظي على علاقتك بالناس برضو. في نفس الوقت المواضيع تتحل بحلول وسط. اللي هي ايه الحلول الوسط؟ الحلول الوسط هي انك تقولي للناس ابني لما بيروح في حتة بيفضحني وبيبهدلني وبيبهدلكم، ماشي؟ فتزعلوا ليه لما انا ما اجيش؟ انا لما ابني في البيت، تمام؟ فمحدش يزعل مني بقى. ولما بروح عند حد الناس بقى بيعمل مشاكل. لا تعالي برضو، طب ماشي هاجي، وانتوا تبقوا عارفين انه شقي. مش عايزه بقى حد يقعد يتخاصم ويتصالح ويعمل ويسوي ها. انا مش هضرب ابني عشان حد، انا مش هضرب ابني عشان حد،
لما تروحي عند حد يبقى فاهم ان ده طفل. ولعلمك ابنك طفل عادي جدا، ومحدش يقنعك ان هو عنده فرط حركه، او عنده مشكله في تصرفاته، او قليل الادب، او لا. طفل سنه 3 سنين بيشتغل الكبار. ليه؟ بيمشيهم على مزاجه، لان الكبار ما عندهمش اي فكره عن التعامل مع الاطفال، مش فاهمين يعني ايه اطفال اصلا. تمام؟ فلما يبقى الطفل حركي جدا ونفسه يلعب، وبعدين فجأة يقوم ضارب، فيلاقي رد الفعل ده، يلاقي الناس بقى بتشتغل، يعني يقعد يضرب كده، يلاقي الناس بتلاقي رد فعل. انما طول ما هو قاعد ساكت كده، الناس متجاهلاه، مش شايفينه اصلا. فهمتي قصدي؟ فهي دي المشكلة. ماشي يا ستي، ابنك وحش وشقي، يعني هعوم على عوم الناس بقى واقول لك الكلمتين، حركة وعنده مشكلة وعنده مش عارف ايه وبيضايق في الناس. اعمل فيه ايه؟ انا ماما بقى. اعمل فيه ايه؟ ارميه؟ اضربه؟ اسوء علاقتي بيه اكتر ما هي سيئة؟ ابيع ابني عشان خاطر الناس؟ اعمل ايه يعني ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا افضل فوق دماغه طول ما هو عند الناس؟ لا، هو انا بمنعه عن الحاجه الغلط بس، اللي هو ايه؟ لا يا حبيبي يعني، وهو بيضرب اختك، ما قمتيش ليه مسكتيه من ايده؟ تعالى حبيبي في حضني كده هوت، تعالى انا وانت هنلعب. هي ما بتعرفش تلعب. حلي الموقف بلطف بظرف، حليه بطرق اخرى، فكري. مش ايه بطل ما تضربش فيها وانت قاعده، بطل ما تضرب. لا يا حبيبتي، انت تقومي على حيلك كده وتروحي له وتشيليه هوبا، وتقولي له بص يا حبيبي، هتفضل تضرب فيها مش هجيبك هنا تاني. تمام؟ بمنتهى الذوق والادب كده. ماشي؟ تعالى حبيبي نبص من البلكونه. طب هي دلوقتي تعبت، نعمل ايه؟ نطبطب عليها ولا نضربها؟ لا، نطبطب عليها. تفضلي تقولي له كلام يحنن قلبه، مش كلام يزود الطين، اللي هو ايه؟ لو ما سكتش هضربك، بطل بقى عند بقى، انت ايه؟ انت شقي كده ليه؟ وتقومي ضرباه فعلا. انت هتضربيه هيهايبر زياده. هتضربيه هيهايبر زياده. ماشي؟ بتدوسي على زرار الهايبر على طول. فما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش. المعامله دي سيئه جدا، هتزود جنان الطفل. انت عايزه تهديه، يبقى ايه؟ تستخدمي اساليب تهديه، اللي هو تقومي شايلاه واخداه في حضنك، طبطبي عليه وتقومي قاعده بيه. هيفلفص من حضنك وانا عايزه اجري وانا عايزه. بصي، قولي له بص يا حبيبي، ما نضربش، ممنوع الضرب. هنضرب؟ طب تعالى بقى نقف على السلم شويه. تخرجي فعلا، تخرجي بره باب الشقه وتقولي ها، تخرجي بقى على السلم، يعني بعيد عن الناس خالص، لا يسمعوكي بتقولي له ايه، ولا تعاقبيه قدامهم. تمام؟ لان سلوك العقاب قدام الناس ده بيجنن الطفل زياده، وبيشيل منك. تاخديه على السلم وتخيريه، يلا ننزل على السلم نروح، ولا نرجع تاني نقعد في البيت وما نضربش حد؟ اختار. تمام؟ الطفل هيختار انه يرجع تاني يقعد في البيت ما يضربش حد. اول ما هيرجع هيضرب. ليه؟ بيختبرك انت. طب انا ضربت اهو، بمنتهى البساطه تشيليه تاني ويلا نطلع على السلم، وتخيريه تاني نفس الاختيار. هتكرري الموضوع ده 10 مرات، 20 مره. في اول مره كل ما هيرجع هيضرب تاني، تشيليه برضو وتطلعي على السلم. يلا نروح، يلا نروح. مش عاجبينك؟ يلا نروح. هتضربهم ليه؟ يلا نروح. تمام؟ لا لا لا، انا عايز ارجع. هترجع، ما تمدش ايدك على حد. تمام؟ ولا حد يمد ايده عليه. رجعنا، ضرب، نشيله، ناخده، ها، نروح، يلا بينا، وتنزلي السلالم. تمام؟ في مرة من المرات هتضطري انك تنفذي تهديدك وتروحي البيت، علشان الطفل يتعلم انك صادقة، ما كذبتيش عليه ولا بتهدديه كده تهديد فارغ. تمام؟ طبعا كل اللي حواليك هيفسدوا تربيتك زي ما بيفسدوها دلوقتي. ركزي ان كل اللي حواليكي هم اللي بيفسدوا تربيتك لابنك، من كتر الشكاوي، ومن كتر ما هم ما بيفضلوا يغلوكي عليه. يعني هم بيعلوا الغل جواكي ضده. فخدي بالك. المقصود مش انك تكرهي الناس، المقصود انك تنتبهي الى ان سلوك الناس هيبوظ تربيتك لابنك. تمام؟ انتوا الاتنين متفاهمين جدا في البيت، انتوا الاتنين اصحاب جدا في البيت. ايه اللي بيحصل بره البيت؟ اللي بيحصل هو تدخلات الناس. هو ده بقى
اللي قلب ابنك عليكي. تمام؟ مش عايزينه بقى مش عايزين الموضوع ده يقلبك يقلبكم انتوا الاتنين على بعض كده وتبقوا ضد بعض كمان في البيت. لا، احنا عايزين نرجع اصحاب في البيت. فانت تنتبهي الى ان اللي بيقسي قلبك على ابنك هم الناس وشكاوي الناس. تمام؟ انما ابنك زي الفل، ترقيه كل يوم، ابنك يتحسد، ابنك ذكي جدا، ذكاء فائق. تمام؟ مش حركي، مش بس حركي، لا، الحركة دي صحة على فكرة، الحركة دي صحة، فما تاخديهاش على انها شيء سيء، بالعكس ابنك في منتهى الجمال. فخدي بالك ما تخليش الناس تقسي قلبك عليه. الامور تتحل باسلوب مختلف. ابعدي خالص الناس عن علاقتك بابنك، انت اللي تتصرفي وانت اللي تصلحي من ابنك. محدش يتدخل بينكم، ومحدش ينصح نصايح مدمرة للأم تقسي قلبها على ولادها.